السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متتبعي الأعزاء، المتتبعين وغير المتتبعين، المهم مرحبا بكم. فيديو جديد إن شاء الله. نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وأحوال طيبة يا رب. اليوم كي كتعودوا غنوجدوا هاد الفطائر اللي كيجيو بنان زوينين، كيجيو رطب قطنيين بواحد الحشوه اللي هي لذيذه. صدقوني جربوهم غادي يعجبوا وليداتكم ويعجبوكم حتى نتوما. الشكل تاعهم يعني غني عن التعريف. تقدروا تزينوهم باي حاجه، مبغيتوش ديروا طماطم او شي حاجه تقدروا ديروا بذور الخشخاش او الجنجلان. بلا ما نطول عليكم ندوزوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. هنا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 200 مليلتر ديال الحليب، تقدروا تعوضوه بالماء ولكن بالحليب كيجيو احسن. هنا عندي واحد البيضه كامله كنطربها كما كنطربها انا، وياك ديروا شي تطراب اخر خلطوها مزيان ونضيفوها. وعندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. هنا يلا جبتها من الثلاجه قاصحه ما غاديش تخدم، غادي نذوبها ونزيدها. عندي ايضا ملعقه كبيره ديال السكر سنيده وسكر حبيبات نترجمو. عندي هنايا ملعقه صغيره ديال الملح، داكشي الملح على حسب الذوق، انا جاوني هما هادوك. ملعقه صغيره ديال الخميره حبيبات، وكنضيفو ديك الزبده من بعد ما نذوبوها شويه. صافي كنخلطو كلشي، نخلطو مزيان نجلطو. كنبداو كنضيفو الدقيق شويه بشويه. انا درت 3 الكؤوس الاولى وغادي نخدم مزيان بالملعقه. ضروري في هاد الخطوه خدموا مزيان بالمعلقه باش ما يحتاجوش في التالي تلقاو تعطيها البنيات كتجي مخدومه، كتجي يعني فاش كتبقاو تشكلوها ما كتعذبكمش. هنا الكاس الرابع بديت كنضيفو شويه بشويه، هنا بالدقيق على حسب الخليط. وبالنسبه للكاس اللي عبرت به انا هو كاس العنبه، هذا ما كان. المهم داكشي كيف كتشافوا انا غير جمعت العجينه، ما كتلصقش في اليدين. هذه وحده كتجي رطبه وكتجي مطلوقه. صافي كنجمعها كندهنها بشويه ديال الزيت. قلت ملي كتهضر راه ما دلكتهاش بزاف، غير جمعتها دهنتها بالزيت وبديت نغطيها بالسلوفان. بالنسبه للعماره او الحشوه لكم واسع النظر. انا هنايا درت البصله ودرت الفلفله حمراء ودرت صدر ديال الدجاج. تقدروا تعوضوا الفلفله حمراء بالفلفله خضراء، وتقدروا ديروا الجزر مقوي النظر، تقدروا ديروا القرعه الخضراء. المهم انا عندي واحد لجنه التحكيم يعني كيبقاو كيفيريفيو داكشي كل ما ياكلوا، كيبقاو كيحيدوا ويرميو يحيدوا يرميو. فلذلك يعني كنضطر انني ندير داكشي اللي كيعجبهم. هنا الفلفله الحمراء غيتحط لهم غير طوماطيش. بالنسبه للعطريه انا درت هنا الملح، الزيت. بالنسبه للعطريه درت شويه ديال الخرقوم، عندي مخلطين الخرقوم والبابريكا والسكينجبير. تقدروا تضيفوا هكا توابل ديال الشاورما او راس الحانوت، المهم لكم الاختيار. بالنسبه للحشوه ما تقلدوش بنفس الحشوه كما قلت لكم. انا عندي اللي ما كياكلوش تقدروا ديروا اي حاجه من الخضار كتبغيوها. هنا من بعد ما خمرت العجينه كنقسموها جوج ديال القطع يعني يكونوا متساويين، وكنبداو كنبسطوها على شكل طول يعني شكل مستطيل. فكيف كتشاهدوا هي كتجي كتعطي الطوع، اي ما كتقطع ما والو، كتبسط بكل سهوله. ضروري ما خصكم تبسطوها رقيقه، ما خصكمش تخليوها غليظه لانه غادي تزيد تخمر وغادي تولي تخمر في الفران، غادي تجيكم معجنه. نتوما كتشوفوا راني درتها على سطح العمل رقيقه مزيان. بالنسبه للحشوه هنايا انا درت كبشره المرتديلا. المهم انا درت اللي كيعجبهم نتوما، لكم واسع النظر. الحشوه اللي بغيتوها ديروها. زدت فوقها داك الحشوه ديال الدجاج اللي صهوبت. صافي كنبقى كنبسطها. واحد اليد انا ما شفتهاش كانت من ورايا حتى جيت نمونطي الفيديو عاد بانت لي. المهم ما ديوش عليها. صافي كنزيد الفرماج موتزاريلا وكنحك عليه شويه ديال الزعتر. هنا بالنسبه للحشوه انا هذه كثرت فيها والاخرى تزرفت فيها.
اذا ما ديروش كما درت انا في الاول الحشوه وداكشي اللي غادي ديروه قسموه 50-50، قسموا النص، قسموا الحشوه على جوج باش فاش تجيو يعني تعمروا كيجيوكم كيف هذه العماره كيف كتشوفوا خرج لها معاودنيها. اما بالنسبه للقطعه الزوجه غادي تجي شويه ناقصه، ما عندي ما ندير، داكشي اللي كتاب. المهم كيف كتهادو كنبسطوها عادي كما بسطنا الاولى. واللي وصل معنا الفيديو حتى لهاد النقطه هذه كنظن انه كلشي غادي يكون خرج. المهم اللي وصل معنا حتى لهاد النقطه هذه ما تنساوش الضغط على زر لايك، لا ما تنساوش الضغط على زر اشتراك وديروا اللايك وفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم كل جديد ان شاء الله بحول الله. لانه انا كنغبر صراحه كنغبر بزاف في القناه، ماشي حيت ما كنطيبش ولا ما كناكلوش، ولكن التصوير والمونتاج وهذا يعني وما نكذبش عليكم التفاعل في القناه هابط بزاف. داكشي حتى كنجي نصور كنقول خليه عليا، حتى كنجي نصور وكتشدني ديك العكزه ديال التصوير والمونتاج كنقول خليه عليا. المهم كيف كتشاهدوا هاد القطعه الثانيه يعني الحشوه وداكشي غير كذبت عليها، لبقت لها بداكشي اللي بقى صافي كنوليو كنطويوها عادي كما طوينا الاولى. بالنسبه للمرصوات تقدروا تقطعوهم صغار، ولكن انا كنظن هكذا احسن، يعني اللي بدا شي حاجه بعدا كياكل كيشبع مره واحده دقه واحده. فصافي كنحطوهم في الطاوه ديال الفران بعد ما نكونوا درناها بالزيت، كنخليهم يختمروا المره الاولى، نغطيوهم صافي. فاش يختمروا واحد شويه كنهزو بيضه كامله، انا ما كنديرش الصفر، كندير بيضه كامله كندير فيها شويه ديال القطرات ديال الخل وندير عاوتاني شويه ديال الزيت باش تعطي ديك لابغيونس. صافي كندهنهم بعد ما نكونوا شعلنا الفران كيسخن. انا عندي فران ديال الغاز كنشعلو من التحت وكنحطهم الفوق كيطيبوا، كنقص لهم ما كنجهدش لانه الا جهدنا غادي يتشلحفوا يطيبوا في دغيا من برا ويبقاو لداخل خضر. بالنسبه للتزيين انا اختاريت انا شرائح ديال الطماطم حطيتهم فوقهم، وغادي نزيد نرش رشات هكا ديال الزعتر واحد شويه ديال القزبر. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم اختياري، تقدروا ديروا جنجلان، كتقدروا ديروا داك حبوب الخشخاش، اولا تقدروا ديروا زريع الكتان، اولا المهم اللي بغيتوها اللي كتعجبكم تقدروا تزينوا بها. انا فقط يعني كشكل وكوصفه قلت نشاركها معكم، هذا ما كان. فنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم في هذا الفيديو. هذا ما كان كندخلوهم الفران كيف قلت لكم على درجه حراره اللي تكون ناقصه، يعني ماشي مجهده، باش يطيبوا هما هذوك. وفي حاله ما يعني الا شفتوهم طابوا ما تحمروش تقدروا تردوهم لتحت، ولكن النار تكون ناقصه لانهم دغيا غادي يطيبوا معكم. كتردوهم يتحمروا صافي وتخرجوهم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف كتشاهدوا معنا. فهما كيجيو لذاد بنات خاطفوا عليهم كلاوهم. المهم اللي طاحت فيه داكشي عامر شبع، واللي طاح فيه خاوي شبع، المهم كلشي كلاو شبعوا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.